رضا سواق تاكس بعد ما خد اللفه بتاعته طول النهار وطول الليل بيشقى عشان خاطر يسد القسط بتاع التاكس وعلشان خاطر يصرف على بيته وعلى اولاده، لان هو عنده 3 ولاد وعنده مراته ويصرف كمان على امه وابوه. مره واحده هو ماشي لقى واحده ست وقفته، والست دي جميله وطلبت منه انه يوصلها، واصرت على انه هو يوصلها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ما بين الست ديت وبين رضا صاحب التاكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب التاكسي ده اسمه رضا محمد، والكلام ده كله حصل فين؟ حصل في دمياط. الراجل دوت ماشي بالتاكسي بتاعه، كان في وقت متأخر بالليل وبعد اللف والتعب طول النهار، وخلاص بقى انا اخد دور ده وهروح البيت. وهو ماشي لقى واحدة ست وقفته، والست دي ست جميلة كده وحلوة، وقالت له لو سمحت وصلني بس بايه في طريقك. هو فاكر انها في طريقه كده ممكن يعني ايه، لا ده هي عايزة في طريق تاني، يعني في طريق الايه جمصة الدولي. طب واحنا كده يعني، لا انت كده هتاخديني في طريق تاني، ده انا مروح يا ست انا تعبان وبتاع معلش. قالت له لا معلش الله يخليك، انا في وقت وخري وعشان خاطر ولادي مستنيني. وقال لها ما انا كمان ولادي مستنيني وبيتي وعيالي، معلش يا ست. طبعا هي مصره، قالت له معلش هديك اللي انت عايزه. طب انا هاخد 70 جنيه. قالت له يا عم انا هديك 100 جنيه بس اهم حاجه توصلني، انا مش لاقي تاكسي دلوقتي في وقت وخري كده وبتاع. المهم ركبت معاه التاكسي وراحت راكبه وقاعده جنبه وماشيه بقى وهي راكبه معاه، تتكلم معاه وتهزر معاه، وانا بعد كده مش هركب الا معاك انت وبتاع، واديني رقم تليفونك. وهوب مره واحده قالت له اقف هنا ثواني كده، بس جوزي وصاحبه هنوصلهم. كاتاري جوزها وصاحبه طبعا واقفين في بعد التاكسي كده، يعني بعديه بكيلو واتنين، بحيث ان هو ايه يبقى في الطريق. وراحوا الاتنين راكبين معاها ومعاه التاكس، اللي هو مين بقى؟ جوزها وصاحب جوزها، يعني هما من الاخر عصابة. انزل من التاكس وخد بعضك وامشي. انزل تاكسي؟ ايه اللي هنزل واسيب؟ ليه يعني؟ عشان خاطر ايه؟ ده انا لو نزلت من التاكس يبقى مت كده اصلا، لان انا هسد قسطه منين وهصرف على اولادي منين، وابويا وامي اللي عيانين ان انا بصرف عليهم على الدواء بتاعهم. بتقولوا ايه؟ لا طبعا ما سيبش التاكس. وراح ماسك في الدركسيون. يا ابني انزل بدل ما نموتك. تموتوا مين؟ ما انا كده كده ميت. انا لو نزلت من التاكس انا كده كده هبقى ميت، لان انا كده هعيش ازاي بعد ده هو ده اللي بيصرف على بيتي وعلى عيالي وعلى امي وعلى ابويا، وفي نفس الوقت انا بسد القسط كل شهر. هسده منين ان شاء الله؟ موتوني اللي انتوا عايزين تموتوني، مفيش فايده. يا ابني انزل يا حبيبي. قالت له بقول لك ايه، هتنزل مش هتنزل التاكسي هناخده، يعني هناخده، خد بعضك وانزل احسن بالذوق. قال لا مش هنزل، وراح ماسك في الدركسيون. طب كده هوب راح اللي ايه اللي ورا، راح واحد مديله في جنبه والتاني مديله في رقبته، كانوا موتوه في الحال. راحوا زقينه ورامينه من التاكسي وخدوا التاكسي وهوب وايه وجريوا. الناس طبعا لقيته ميت في الشارع سايح في دمه. بلغت الاجهزه الامنيه، طبعا البطاقه في جيبه ورقم العربيه في جيبه، ومش عارفين ايه الراجل ده اتقتل ازاي. طبعا المباحث والاجهزه الامنيه بدات انها تفرغ الكاميرات وبتاع، عرف ان هو كان في تاكسي وان في حد زقه منه، يعني هو التاكسي ده ايه اصلا بتاعه اللي موجود فيه الرخصه. بداوا يبحثوا عن التاكسي في كل مكان لغايه ما هنا صاحب الورشه، ورشه دهان، ان هم ودوا التاكسي لصاحب ورشه دهان على طول ان هو يغير لونها. الراجل دوت طلع عنده ضمير، وهو يعني خلاص بيدهن العربيه، لا بيفتح العربيه من جوه لقى ان جوه فيها دم. راح على طول بلغ الاجهزه الامنيه ان هم الناس دي عايزين يغيروا لون العربيه برغم ان لونها جديد لسه، وفي نفس الوقت انا لقيت دم جوه، يبقى اكيد العربيه دي مسروقه. وصح عن طريق كان لسه ما غيروش رقم العربيه، ورقم العربيه قدروا على طول يعرفوا ان هو دي العربيه بتاعت صاحب الراجل اللي مات ده. على طول طبعا توصلوا ليهم عن طريق مين بقى؟ صاحب الورشه. تم القبض على الاتنين وعلى الست كمان، و حالة أوراقهم لفضيلة المفتي بعد ما اعترفوا يعني اعترافات تفصيلية عن اللي هم عملوه. طب وانتوا عملتوا كده ليه؟ ده انتوا ما عليكوش أي قضايا خالص، ولا عمركم أصلا دخلتوا الاسم قبل كده. قالوا إن إحنا مرينا بضائقة مالية وما لقيناش إلا يعني إن إحنا نعمل كده. كنا عايزين فلوس وعملنا اللي إحنا عملناه ده علشان خاطر ناخد التاكسي دوت وبعد كده نقطعه ونبيعه، أو إن إحنا نبيعه على كده.
هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. النفوس الضعيفه، انتوا رأيتوا الراجل بيقول لكم انا مش هنزل من التاكس، انا بصرف عليه على امي وعلى اولادي وعلى مراتي وانا بسد القسط بتاعه، ما عندكوش اي نوع من انواع الضمير ان كنتوا تاخدوا بعضكم وتنزلوا. الراجل قال مش هسيبه، مسك في دريكسيون وقال هموت هموت، انا كده كده ميت، عايزين تموتوني موتوني، ما انا نازل من التاكسي، لو نزلت برضه هبقى ميت. الراجل ما صعبش عليكم؟ لا ازاي؟ يعني انتوا مريتوا بضائقه ماليه والراجل ده مش هيمر برضه بضائقه ماليه لما انتوا تعملوا فيه كده؟ هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.